السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة في الصيدلية هنتكلم عن العلاقة الزوجية أو أقراص لزيادة الانتصاب في العلاقة الزوجية. طبعا بنحاول نجيب لكم بدايل رخيصة أو حاجات رخيصة. بنتكلم النهاردة عن سيلدين 100 إنتاج شركة إيبكو. آه، طبعا نفس مادة سلندافيل، نفس المادة بتاعت فياجرا، فايزر الأمريكي، آه، نفس المادة بالظبط ونفس التركيز. العلبة دي الأمريكي ب144 جنيه، البديل بتاعها المصري العلبة ب66 جنيه، فيها 8 أقراص. طبعا دي فيها 4 أقراص بس ب144 جنيه. هنا القرص دي علبة فيها 8 أقراص ب66 جنيه. الشريط فيه 4 أقراص، آه، في 4 أقراص ب33 جنيه. طبعا الإضاءة معلش بتأثر عشان هي فيها عاكس. تمام. الشريط 4 أقراص ب33 جنيه. القرص ب8 جنيه وربع. طبعا بتتباع بالقرص عادي. آه نفس تأثير الفياجرا، إن كان في فروقات بسيطة يعني ما تتعداش 10%، ولكن بتأدي نفس الغرض وبتأدي لانتصاب قوي، آه، وبيكمل معاك علاقة كاملة وناجحة، وتقدر تقوم بالعلاقة أكتر من مرة برضو. طبعا بنحاول نقول لكم البدائل الرخيصة علشان التكلفة والحياة العامة يعني، والمصاريف والالتزامات وكده. طبعا بناخدها قبل العلاقة بساعة، أقل حاجة بساعة، يعني من نص ساعة لساعة. بس لازم عشان تبقى في الأمان وتبقى ضامن اللي هي اشتغلت معاك كويس جدا تكون بساعة. ممكن بعد ساعتين، ممكن بعد 3، ممكن بعد 4. مفعولها بيقعد لحد ممكن 6 ساعات أو 8 ساعات. فأنت في الوقت ده كله في الأمان تقدر في العلاقة تقوم علاقة عادي يعني. طبعا في ناس بتاخدها على طول وتخش علاقة، فطبعا ما بتبقاش اشتغلت معاها وترجع تقول الحباية ما عملتش معاها حاجة. برضو الأكل بتتأثر بالأكل، فناخدها ناخدها على معدة فاضية. لا إما ناكل قبلها بساعة وناخدها بعد الأكل بساعة، أو يعني ما تاخدهاش مع أكل. خدها سيب ساعة أو ساعتين برضو بينها وبين الأكل عشان تمتص الأكل ما يأثرش على امتصاصها يعني. الأعراض الجانبية كلها واضحة، قلناها في فيديوهات كتير. عادي جدا لو حصلت لك، ولو ما حصلتش برضو كويس. لو حصل منها عرض أو اتنين أو ما حصلتش خالص برضو مفيش مشكلة. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.